سلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ معكم سكينه من قناه هوات سكا، ومرحبا بالناس جداد معنا في القناه. ولا عجباتكم ضغطوا على اللايك وعلى زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. ودائما غادي نبقى نشكركم على الدعم ديالكم ليا، وايضا على تعليقاتكم اللي كتشجعوني فيها باش نشارك معكم وصفات جداد وبساط. واليوم كنقدم لكم اسهل وصفه اللي هي طرطه او تحليه بالفواكه، بارده، بلا بيض، بلا طحين، وبلا فلون كيف ما كتشوفوا في الصوره. المنظر ديالها كتجي راقيه، وحتى في المذاق كتجي صراحه رائعه بزاف. سهل التحضير بمكونات بساط. دغيا نوجدوها، نخليكم مع المقادير وطريقه التحضير. ونبداو في المقادير على بركه الله. عندنا اطر ديال الحليب، شاسي ديال فاني، نقدروا نعوضوا حامضه محكوكه، 200 غرام او 180 غرام ديال السميده رقيقه، نص كاس ديال السنيده على حسب الذوق، حتى الا بغيتو تضيفوا شويه السكر تقدروا تضيفوا، معلقه كبيره ديال الزبده. ناخذ الكاسرونه اللي غادي نخدم فيها ونعاود نشارك معكم المقادير مضبوطين. عندي اطر ديال الحليب، نضيف نص كاس ديال السكر اللي كيبغي الحلاوه اكثر، لان كنعوض كاين الفواكه كنبغي ما كنبغيش نكثر الحلاوه بزاف باش تبقاو المذاق ديالها. 180 او 200 غرام ديال السميده رقيقه، وشاسي ديال الفاني حتى هي كيف قلت لكم. الا بغيتو تعوضوها بحامضه محكوكه، يعني غير منسمات اللي كانت متوفره عندكم تقدروا تضيفوا. صافي، ونحرك جيدا. الزبده كتبقى في الاخير. من الاحسن نديرو هو الحليب هو بارد باش ما تجمعش لينا السميده وتعجل لينا. تنحرك جيدا عاد باش نوضعها فوق النار. صافي، كيف ما كتشوفوا النار تكون مهيله شويه باش ما تحركش ليا من التحت، انك السميده دغيا كتعجن وكتولي تلصق. نقص على النار ونخليها تطيب على خاطرها ومع التحريك كيف قلت لكم، لان السميده كتعجن. كيف كتشوفوا هي دغيا بدات كتختار ليا، يعني غير على حسب الحراره. دائما مع التحريك، ما نوقفش على التحريك باش ما يتلصقش ليا، ونبقى نحرك بشويه حتى تبان ليا انها تقالت. غير نضيف شويه الملحه، ما نكترش بزاف، غير على حسب لانها حلوه وما كتكونش مالحه. غير شويه الملحه باش ما تجيش مسوسه كاع. صافي، ونحرك جيدا. الان كتشوفوا راه بدات كطيب، بدات كتقال ليا، نحركها حتى تولي بحال الكريمه. صافي، كيف ما كتشوفوا حتى تبان ليا انها دارت فقاعات، نعرفوا القياس ديالها انها راه طابت. صافي، كيف ما كتشوفوا راه تقالت. صافي، بدات كدير فقاعات. هي بدات كتقال كيف كتشوفوا. هي تقالت. صافي، نطفي على النار حقاش هي كتكون ثقيله السميده دائما مع الحليب كتكون ثقيله. صافي، نطفي عليها النار. صافي، نتاكد منها انها راه غلات مره واحده، يعني غلات مزيان. صافي، نطفي عليها النار ونضيف الزبده، ودائما ردوا البال لانها كتولي تحرك شويه من التحت. واخا مع التحريك دائما ردوا البال. نضيف شويه الزبده باش ما تجيناش ناشفه، ضروري شي حاجه باش تخليها شويه بحال كريميه وما تجيش ناشفه. صافي، نبقى نحرك حتى تذوب ليا ديك الزبده. نحيد نجيب شي حاجه اللي نحرك بها. صافي، نبقى نحرك حتى نحس بان الزبده دابت. صافي، نستمر في التحريك تتبان لي ان الزبده راه دابت. صافي، ونحرك جيدا. صافي، ناخذ المول. انا خديت هذا مول ماجيك اللي كيكون فيه غير شويه ما غارقش بزاف، على حسب الكريمه اللي غنعمرها بها. ندهن المول بالزبده، راه ما كتلصقش لينا غير كتبرد. يعني ما كنلقاوش فيها صعوبه باش نقلبوها. صافي، كيف ما كتشوفوا راه السميده دغيا كتبدا تختار ودغيا كتبدا تنشف. خاصنا نخويوها في المول وهي سخونه. صافي، كيف ما كتشوفوا نحاول نقادها. صافي، نخوي الكاسرونه كامله. صافي، نقادها على الجوانب باش يجيني يعني الوجه ديالها قياس واحد.
نحاول نديرها متساويه. صافي كيف ما كتشوفوا انا كنسرح فيها وراه ما كتلصقش في المول نهائيا، وغنشارك معكم حتى ملي غادي نبغي نقلبها غتشوفوا انها راه ما غنلقاش فيها مشكل. صافي نخليها حتى تبرد اولا ندخلها الثلاجه شويه كتشد في راسها عادش نقادها. ندير الكريمه. انا خديت شهديه اولا اي فاكهه عندكم متوفره، كطحنوها كتنقيوها وكطحنوها. كيف قلت لكم اي فاكهه اللي بغى يعوض بالفريز او بالسويله او باي حاجه يطحنها، ينقيها ويطحنها. انا غادي نضيف لها النشا والسكر على حسب السنيده، على حسب الذوق، باش ما تجيناش حتى حامضه شويه تجي شويه حلوه. انا غنضيف تقريبا معلقه ونص او جوج المعالق ديال النشا. ضفت معلقه ديال السنيده وغنضيف حتى النشا. صافي ونحرك. نضيف معلقه ديال النشا او جوج المعالق. الا كثرتوا الحشوه بزاف تقدروا ديروا جوج المعالق، اولا كانت غير قليله على حسب اللي متوفر عندنا نديروا غير معلقه راها كافيه باش يختار لينا. ونخلط جيدا حتى تبان لي ان دائما النشا كنخلطوا الحاجه وهي هي بارده، لان الا خلطنا سخونه غير كنخويوها كتعجل لينا وما كتبقاش كتجي بلاصه فيها النشا وبلاصه لا كتجي يعني كتخسر لينا الحاجه. النشا دائما كنديروها وهي الحاجه بارده. انا غادا تخلط مزيان طربتها عادش غنوضعها فوق النار حتى طيب ليا يعني تغلى. غدير لي دوك الفقاعات انها راه غلات. صافي هذاك هو القياس ديالها كيف ما كتشوفوا راه اختارت، راه بدات كتختار حتى تبان لي ان دارت فقاعات ان راه غلات. صافي وهذاك هو القياس ديالها. صافي غادا نقلب كيف ما كتشوفوا قلت لكم غنشارك معكم انها بانت لي راه بردات. غنقلبها في التبصيل راه ما كنلقاش فيها مشكل يعني سهله دغيا كتقلب ليا. يعني اي مول متوفر عندكم تقدروا تقدموا فيها التحليه، ولكن من الاحسن كنفضل هذا لانه حتى الشكل ديالو على حسب التقديم اللي غادي نقدمو هذا كيجينا جد مناسب وكيعطي حتى المنظر زوين. صافي كيف ما كتشوفوا غناخد يعني الفاكهه اللي طيبت. ودائما كنمشيو على اللي متوفر عندنا في الدار. يعني باش نقدموا شي حاجه زوينه. ما نبقاوش تنقولوا لا هذه ما كايناش هذه ما كايناش، يعني اللي متوفر عندنا كنصاوبوا به حاجه تكون زوينه وهذه حتى في المنظر كتجي راقيه يعني لا في المذاق لا في الشكل. صافي غنحاول نقاد على حسب يعني على حسب الشكل ديال المول. الا كان عندنا داك المول ماجيك الكبير يعني غادي تاخذ لينا الفاكهه بزاف. حتى الا كان عندكم داك المول ماجيك الصغيور حتى هو كيجي فيه المنظر زوين. بغيتو ديروهم فرديين حتى هما كيجي المنظر ديالهم. وحتى الطريقه راه سهله كيف ما كتشوفوا مقادير ما كاينش فيهم بزاف بدون فرن بدون فلو. طريقه سهله ومبسطه وكيف ما كتشوفوا حتى المنظر انا غنشارك معكم. حتى التزيين كيف ما كتشوفوا راه بسيطه وسهله يعني دغيا كنقدروا نوجدوها وغير مكلفه. صافي انا دهنت الوجه غنخليها حتى تبرد تماما علاش نزينها. صافي بعد ما بردات انا خرجتها دابا عندي الفريز واي فاكهه متوفره عندكم على حسب التزيين اللي بغيتو تزينوا على حسب الشكل اللي بغيتو ديروا. صافي التزيين كيبقى اختياري على حسب اللي متوفر عندكم. انا خديت دابا شويه الفريز غنزين به، وعندي شويه السويله حتى هي. كاين الكيوي نلعبوا حتى على حسب الالوان. كل ما كانوا الالوان زوينين يعني كيشهيو اكثر. واللي متوفر عندنا دائما كنقول لكم اللي متوفر عندنا من حاجه بسيطه نديروا شي حاجه زوينه لا في الشكل لا في المذاق. صافي والتزيين كيبقى اختياري. انا درت شويه الفرomبواز لان تا هو الا كان كونجلي شويه كيطلق الماء ماشي مشكل. انا على حساب التزيين كيف كنقول لكم زينوا باللي متوفر عندكم. وهذا هو الشكل النهائي ديالها. هذه هي التحليه او الطرطه كيف ما بغيتو تسميوها، بالفواكه بارده بلا بيض بلا طحين بلا فلون كيف ما كتشوفوا دغيا كتوجد. والاهم الشكل والمذاق رائعين. كيف كتشوفوا حتى من قطعتها كيبان لكم انها حتى الشكل ديالها كتجي مثل الطرطه كتجي زوينه بزاف. كيف ما كتشوفوا حتى القوام ديالها كتجي واقفه ما كتجيش انها مرخوفه. كتجي القوام ديالها كتجي زوينه كيف ما كتشوفوا الشكل ديالها. وحتى المذاق كيف ما كتشوفوا بعد ما بردات نخليوها حتى تبرد تماما
كتجي حتى في المذاق رائعة. نخليكم مع بعض الصور، ونمشي انا نشكركم مرة أخرى على الدعم ديالكم ليا وعلى تشجيعاتكم اللي كتخليو ليا في الكومنتير أو للمشاهدة القناة ديالي. وما تنساوش بارطاجيو الفيديو مع الأهل والأصحاب وتخليو ليا الكومنتير اللي كيشجعوني دائما. وكنشكركم بصحة والراحة. نخليكم مع بعض الصور.